القدوس السلام رب الشهور والأعوام هدانا بفضله للإسلام وأنعم علينا بشهر الصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفاضل بين الأيام ويختص من يشاء من عباده بالإكرام. جعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتبوع الإمام صلى الله عليه وسلم أتم سلام. ما تعبد مسلم وصام، وتهجد متهجد وقام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان واستقام. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل يختص بفضله من يشاء، ويتصرف في الكون بحكمة عظيمة، فيمد في عمر من يشاء ويقبض إليه من يشاء. فالحمد لله الذي مد في أعمارنا حتى اقتربنا من شهر رمضان، وأسأله سبحانه أن يبلغنا شهر الخيرات والإحسان، وأن يجعلنا من خير الناس الذين طالت أعمارهم فكثرت حسناتهم وصلحت أعمالهم وزالت عثراتهم. ونعوذ بالله من أن نكون من شر الناس الذين طالت أعمارهم فقلت حسناتهم وكثرت سيئاتهم وفسدت أعمالهم وكثرت زلاتهم، عياذا بالله من كل ذلك. فيا من أطال الله أعماركم إلى هذه الأيام المباركة، كونوا من خير الناس وأحسنوا أعمالكم، واحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة التي اختصكم الله بها، وقد قطع منها أناسا من إخوانكم نزل بهم الموت قبل بلوغ هذه الأيام. أيها الإخوة الفضلاء، في العام الماضي في مثل هذه الأيام كان الناس يستمعون لمثل ما نستمع له اليوم، ويستعدون بمثل ما نستعد به اليوم. فهل أدركتم يا عباد الله معنى هذا الأمر العظيم؟ إن معنى ذلك يا عباد الله انقضاء عام كامل بين الشهرين. فتفكروا في هذا الأمر العجيب، أيام مرت بسرعة البرق، وعندما نتفكر فيها نجد كأنها ساعة أو أقل، لكن معناها كبير جدا. لقد نقصت من آجالنا، والله أعلم متى يتم العدد، فالأجل محدود والعمر معدود. وعندما نتفقد ما حولنا نجد العجب العجاب، استقبلنا مواليد جدد وودعنا كثيرا من الأحبة، فقدنا فيه بعض الأقارب والجيران. فكم من ابن كان معه في مثل هذا اليوم أبوه، واليوم قد جاء وحيدا وقد دفن أباه تحت الثرى. وكم من أب كان معه ابنه من العام الماضي، وفي هذا العام هو ذكرى قد واراه الثرى. كم من جار كان في مثل هذا اليوم مع جيرانه، واليوم مرتهن في قبره لم يأخذ معه إلا أعماله. كم من شاب كنا نظن أنه لن يموت، مات فخلت منه البيوت. كم من مريض ظننا أنه لن يعيش، أبقاه الله. عبر كثيرة وأحداث عظيمة مرت بنا، شباب ماتوا وشيوخ عاشوا، أصحاء مرضوا ومرضى عوفوا، أناس كانوا يذهبون ويروحون واليوم في بيوتهم مقعدون أو في قبورهم مرتهنون. إن في ذلك لذكرى لقوم يذكرون. وصدق الله، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عجب حال الناس، أناس إلى القبور ذاهبة، وأناس عن رمضان غائبة، وأناس على فراش المرض راقدة.
وأناس في البيوت عاجزة، وأناس في أمور الدنيا دائبة، والكل مهما كانت حاله إلى الله صائر. فتفكروا إخواني في هذا الأمر العجيب، وخذوا منه العبر قبل أن تأتي اللحظة التي يقول المفرط فيها: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ولا تحين مندم. واعرضوا هذه الأمور على قلوبكم وتفكروا فيها، واجعلوها عبرة تنزجر بها النفوس عن المعاصي والمنكرات، وتقبل على الطاعات والخيرات، وتتزود للآخرة، وخير الزاد التقوى. وينبغي أيها الأحبة ونحن في هذه الأيام أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة صادقة، فإن من غفل عن نفسه انقضت أوقاته وهو في الردى سائر. فإن الدنيا ملهية، وإن من أعظم المصائب أن تمر الأيام على الإنسان ولا يحاسب نفسه، فتثقل صفحات سيئاته. فإن من حاسب نفسه في الدنيا انتبه لأثراتها وزلاتها، فقومها على الصراط المستقيم، فخف يوم القيامة حسابه، وحسن في الآخرة مآبه، والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الإخوة الفضلاء، قد اقتربتم من الدخول في شهر عظيم، حبيب إلى الرحمن الرحيم، حبيب إلى أهل الإيمان والصراط المستقيم، فبشراكم بهذا الشهر العظيم. وإنه لشهر حقيق بأن يبشر به، وإن البشارة به لمن أعظم البشارات للمسلم. فحق للمسلمين الذين يدركهم شهر رمضان أن يفرحوا به، وأن يبلغ الفرح منهم غايته. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأبشروا يا أهل الإسلام، أبشروا بهذا الشهر العظيم. أبشر أيها الطائع لربه، المجتهد في عبادة ربه، المكثر من الحسنات. أبشر بشهر تضاعف فيه الحسنات، أبشر بشهر تفتح فيه الجنات، أبشر بشهر ترفع فيه الدرجات. وأبشر أيها العاصي، يا من أكثرت من الذنوب، يا من أكثرت من الذنوب، يا من حملت المعاصي فوق المعاصي، أبشر بشهر تعان فيه على نفسك والشيطان، أبشر بشهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجان، أبشر بشهر تغلق فيه النيران. أبشروا يا عباد الله بشهر يناديكم فيه مناد من السماء أن أبواب الخير قد أشرعت وفتحت، فيا باغي الخير أقبل، وأن أبواب الشر قد أوصدت وأغلقت، وسوق الشر في شهر الخير كاسدة، فيا باغي الشر أقصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. فهنيئا لكم عباد الله بهذا الشهر الذي كله محاسن، رحمة ومغفرة وعتق من النار. فاتقوا الله عباد الله في شهركم الكريم، واحرصوا فيه على الإكثار من الأعمال الصالحة، وكونوا ممن يجعلون هذا الشهر سببا لرفعة درجاتهم، ممن يحييه بالخير ويحسن ضيافته، ولا تكونوا ممن يجعلون هذا الشهر سببا لتكثير السيئات والإكثار من فعل المحرمات. وإياكم يا عباد الله
أن تكونوا فيه من المضيعين للأوقات، نهاره عندهم للنوم وإضاعة الصلوات مع الجماعات وإخراجها عن الأوقات، وليله عندهم للسهرات ومشاهدة المسلسلات والتتكع في الأسواق والمتنزهات، فإن هذا يحرم خير رمضان، ووالله لا يحرم خيره إلا محروم. والذي يدركه شهر رمضان سيفرط فيه ولا يستغل وقته بالإكثار من الحسنات والتقرب إلى رب السماوات بالصالحات. متى يقرب يا عباد الله؟ والله إنه لبعيد. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. واعلموا أيها الإخوة في الله أن شهركم المبارك الذي تقدمون عليه قد جعله ربكم موسما للخيرات، وجعل فيه أعمالا مباركات تضاعف فيها الحسنات وتفتح لها الجنات وتتنزل بها البركات. فتنافسوا فيه في الخيرات وتسابقوا فيه إلى الجنات. وإن لم تتنافسوا في هذا الشهر الكريم فمتى تتنافسون؟ وإن لم تتسابقوا في هذا الموسم العظيم فمتى تتسابقون؟ وأعظم هذه الأعمال وأهمها الصيام، الذي هو الإمساك عن المفطرات بنية العبادة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو سر بين العبد وربه. فالعبد يصوم ويمسك عن المفطرات أمام الناس، وفي خلواته يكون المسلم جالسا في بيته مغلقا عليه بابه، ليس عنده أحد من الناس، وعطش والماء العذب البارد بين يديه، لكنه لا يمد له يدا. لماذا يا عباد الله؟ لأنه يعبد الله بهذا العمل، يتقرب إلى الله بهذا العمل، وهو يعلم أن الله يراه في كل مكان. فالصوم سر بين العبد وربه، وأجر الصوم سر من الله لا يعلم أحد مقداره، وإنما اختص الله به عز وجل، فهو سبحانه يجزي به. وما بالك يا عبد الله بالجزاء من أكرم الأكرمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. أيها الإخوة، تأملوا هذه العبارة، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. وأنت تصوم، استشعر قول ربك: إلا الصوم فإنه لي. ما أعذبها من عبارة تقع في قلب المسلم، إلا الصوم فإنه لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.
والصوم يا عباد الله يكون حاجزا بين الإنسان والوقوع في النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. بل إن الصيام سبب لأن يكون الإنسان بعيدا عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فلا إله إلا الله يا عباد الله، من صام يوما في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله أبعد الله وجهه عن النار 70 سنة. والصوم سبب لأن يدخل العبد المسلم الجنة من باب خاص لا يدخل منه إلا الصائمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. والصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي الوالد لابنه يطلب منه حسنة واحدة يدخل بها الجنة فيقول: إليك عني إليك عني، نفسي نفسي. ويأتي الابن لأبيه الشفيق به في الدنيا فيطلب حسنة واحدة يدخل بها الجنة فيقول: إليك عني نفسي نفسي. فيأتي الصيام يشفع لصاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والصوم لا يعدله شيء. فقد قال أبو أمامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ومن ختم له بالصوم فمات وهو صائم كان موعودا بأن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. هذه يا عباد الله بعض فضائل الصيام، فكيف بفضل أعظم الصيام وهو الصيام الواجب في نهار رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه من الصيام. فإنه ما تقرب عبد إلى ربه سبحانه بأعظم مما افترضه عليه. واعلموا عباد الله أن الله قد كتب الصيام على أهل الكتاب قبلنا، وقيل كتبه على النصارى خاصة على اختلاف بين العلماء في وقت الصيام الذي كتب عليهم. فمن قائل إن الله كتب عليهم صيام رمضان ثم لا زالوا يزيدون فيه حتى جعلوه 50 يوما ونقلوه فجعلوه بين الصيف والشتاء. وقيل إن صيامهم كان صيام 3 أيام من كل شهر، وكانوا لا يشربون ولا يأكلون بعد النوم ولا يأتون النساء في كل أيام الصيام. وكتب الله الصيام على المسلمين كما كتبه على الذين من قبلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يصوم 3 أيام ثم ويصوم عاشوراء، ثم عندما كتب الصيام على المسلمين كان الصيام في بداية مشروعيته في شيء من المشقة. فكان المسلم إذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فكان الصيام أيها الأحبة من العشاء إلى المغرب من القابلة، ولا يفطر الناس إلا بين المغرب والعشاء. فجاء رجل وصلى العشاء ثم جامع امرأته بعد العشاء، فأراد الله عز وجل أن يجعل في ذلك يسرا للمسلمين ورخصة ومنفعة، فأباح مجامعة الرجل زوجته في ليل رمضان إلى الفجر. وكان الرجل من المسلمين إذا صام فنام لم يأكل وواصل الصيام. فجاء سرمة ابن قيس الأنصاري رضي الله عنه إلى امرأته وكان صائما، فقال: هل عندك من شيء؟ يريد أن يفطر. هل عندك من شيء؟ قالت: لا، لكن لعلي أطلب إليك شيئا. فذهبت فغلبته عينه فنام. فلما جاءت
قالت خيبة لك، لأنه نام قبل أن يأكل فلم يطعم شيئا وواصل الصيام، وكان يعمل في أرضه في النهار، فما انتصف النهار حتى غشي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر الله على المسلمين وأباح لهم الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فكان في ذلك رخصة للمسلمين. وكان المسلم في بداية الصيام مخيرا بين أن يصوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ الله ذلك فأوجب على المسلمين بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله صيام شهر رمضان. وقد بين الله ذلك في كتابه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فاستقر الأمر على وجوب صيام شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام مقيم غير حائض ولا نفساء، فغير المسلم لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، وإنما يجب عليه أن يسلم ثم يصوم، فإذا لم يسلم عوقب على كفره وعلى عدم صيامه. والمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، والصبي الذي هو دون البلوغ لا يجب عليه الصيام، فمن كان صبيا دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، إلا أنه لو صام صح منه لوجود آلة الإدراك فيه. وإن كان الصوم ليس واجبا على الصبي إلا أنه يستحب لمن يقدر على الصيام من الصبيان أن يصوم، ويستحب لوالديه أن يصوما إن كان مطيقا لذلك وله في ذلك الأجر، ولوالديه أجر أيضا. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يصومون صبيانهم. ومن أسف أيها الأحبة أننا نسمع في هذا الزمان أن بعض الصبيان الذين يطيقون الصيام يطلبون من والديهم أن يصوموا، لكن الوالدين يرفضان بحجة أنه لا يستطيع أو أن عنده مدرسة أو أنه لا زال صغيرا، مع أن له قدرة على الصيام، وفي ذلك انتكاس للمفاهيم. فيستحب يا عباد الله أن يعود الصبيان على الصيام، والصوم واجب على القادر على الصيام. أما العاجز عن الصيام فلا يخلو ذلك من أمور، أحدها العجز لكبر سنه، فإذا وصل الإنسان إلى حد أنه أصبح لا يعلم من بعد علم شيئا ولا يميز، بل عاد كالصبي الصغير، فهذا يسقط عنه وجوب الصوم ولا يكفر عنه، لأنه ليس من أهل التكليف، بل سقط عنه التكليف بإطلاق. وإن كان الكبير لا يزال مميزا، لا يزال عاقلا، لا يزال مدركا، لكنه ضعف عن الصوم وأصبح لا يستطيع الصيام لكبر سنه، فهذا لا يجب عليه الصيام، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة، إلا أنه يجب عليه
أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، أي ما يساوي بالموازين اليوم كيلو ونصف، أي أنه إذا أفطر الشهر كله فإنه يخرج 45 كيلو، وهو بالخيار، إن شاء فرقه حبا غير مطبوخ، وإن شاء طبخه ودعا المساكين فأشبعهم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وقال رضي الله عنهما: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. وعندما ضعف أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم صنع جفنة من الثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وقال معاذ رضي الله عنه: ثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وهذه الآثار عن الصحابة مما لا يقال بالاجتهاد، فلها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها أن يكون العجز عن الصيام لمرض يشق معه الصوم على الإنسان، فإن كان المرض يرجى برؤه ويؤمل شفاؤه، إلا أن الصوم يشق على المريض لكنه لا يضره بزيادة مرض أو نحو ذلك، فهنا يستحب للمريض أن يفطر ويقضي بعد ذلك، لأن الله جعل له رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا أخبر الأطباء أن الصوم يضر بالمريض، وقال الأطباء للإنسان: إنك إن صمت ستتضرر، فإنه يجب عليه أن يفطر، لأن إلحاق الضرر بالنفس حرام لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فيجب على مثل هذا أن يأخذ بالرخصة التي جعلها الله عز وجل له. وإذا أفطر المريض الذي يرجى شفاؤه فإنه ينتظر حتى يشفى، فإذا شفي فإنه يقضي ما كان قد أفطره. وإن كان المرض لا يرجى برؤه ولا يؤمل معه الشفاء، فإن المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير. ثالثها أن يكون العجز عن الصيام لحمل المرأة أو إرضاعها، فإن خافت الحامل أو المرضع من الصيام على نفسها فإنها تفطر ثم تقضي إذا زال الحمل والإرضاع بإجماع العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. أما إن خافت المرضع والحامل على ولدها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. ولكن هل تقضي الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها فأفطرت وأطعمت؟ هذا مسكوت عنه في الآثار، وقد اختلف فيه العلماء، والصواب أيها الأحبة أنه يجب عليها أن تقضي، لأن القاعدة في الإسلام أن كل من أفطر لعذر يرجى زواله فإنه يجب عليه قضاء ما أفطره، كالمسافر وكالمريض الذي يرجى شفاؤه. والصوم واجب على المقيم، أما المسافر فإنه يجوز له الفطر. والمسافر هو من خرج من بيته قاصدا قطع مسافة معلومة. لكن ما هي المسافة التي يكون بها المسلم مسافرا؟ في المسألة خلاف بين العلماء، والذي ظهر في المسألة والله أعلم أن من خرج من بيته قاصدا قطع مسيرة يوم وليلة وهي ما يقرب من 80 كيلا يكون مسافرا، سماه الناس مسافرا أو لم يسموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
سماه مسافرا، ولا تسمية لأحد بعد تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أما إن كانت المسافة دون 80 كيلو، فإن خرج إلى 70 كيلو أو 60 كيلو، فالراجح من أقوال العلماء أن ذلك يرجع إلى العرف. فإن كان الناس في عادتهم يرونه سفرا فهو سفر، وإن كانوا لا يرونه سفرا فليس بسفر، لأن ذلك مسكوت عنه. والقاعدة عند العلماء أن كل شيء جاء في الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ويجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسافرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم المفطر وفيهم المسافر وفيهم الصائم، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. لكن أيهما أفضل للمسافر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا كان يشق عليه الصوم في السفر ويسهل عليه القضاء بعد ذلك فالأفضل له أن يفطر إذا كان مسافرا، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان المسلم يسهل عليه الصيام في السفر ويشق عليه القضاء بعد ذلك، إذا قال لنا مسلم: أنا إذا سافرت كان السفر علي هينا، فدابتي هينة وأنا مرتاح، ويسهل علي أن أصوم، ويشق علي إذا أفطرت أن أقضي بعد ذلك، فالأفضل له أن يصوم إذا كان مسافرا، لأن المقصود من الرخصة هو التيسير على الناس، فأن تحقق التيسير فهو الأفضل. ومتى يفطر المسافر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا تجهز للسفر وعزم عليه عزما مؤكدا وجهز راحلته للسفر أنه يجوز له الفطر ولو كان في بيته. فعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب. وهذه الأحكام ثابتة للمسافر سواء كان سفره مستمرا أو منقطعا. وقد يقول قائل: إذا خرجت إلى بلد مسافرا فمتى ينقطع سفري؟ الجواب أنه بالنظر في أقوال العلماء وفي أدلتهم يظهر أن أقواها أن مرجع ذلك إلى العادة، فالإنسان مسافر ما عد في العادة مسافرا ولو زاد على 4 أيام. فمن ذهب مثلا إلى مكة يريد أن يقضي 10 الأواخر في مكة فإنه يجوز له أن يفطر، لكن الأفضل له إذا زادت إقامته على 4 أيام أن يصوم، خروجا من خلاف العلماء. والعلماء يقولون: الخروج من الخلاف مستحب، والصوم واجب على غير الحائض والنفساء. أما الحائض والنفساء فلا يجوز لها الصوم. انتبهوا يا عباد الله، علموا ذلك للنساء، فإنا نعلم أن بعض النساء تظن أن الفطر لها رخصة وأنه يجوز لها أن تصوم، وهذا خطأ، فإن صيام الحائض والنفساء حرام ومنكر من المنكرات، فيجب عليها الصوم ولا يجب عليها الإفطار، ولا يجوز لها الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. ويجب على الحائض والنفساء القضاء بعد ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. إذن صوم رمضان واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم غير حائض ولا نفساء. فصوموا عباد الله شهركم إيمانا بالله وبأنه ركن من أركان الإسلام واحتسابا للأجر من الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وينبغي على العبد المسلم أن يجتهد في صون صيامه عن كل ما يبطله أو ينقصه أو يخدشه أكثر من اجتهاد صاحب المال في صيانته وحفظه. فالصوم عند المؤمن جوهرة نفيسة أغلى من الأموال يصونها ويحفظها من كل خدش. فيا عباد الله، ينبغي علينا أن نبتعد عن كل ما يبطل الصوم أو ينقصه، فللصوم شروط لصحته لا يصح إلا بها، وله آداب لا يكتمل إلا بتحصيلها. فمن شروط صحة الصيام أن يكون الصائم مسلما، فلا يقبل الله الصيام إلا من مسلم. أما الكافر فمهما عمل من عمل فعمله مردود عليه حابط باطل. وقد يقول لي قائل: إننا بحمد الله في هذا البلد كلنا من المسلمين ولا يوجد بيننا كافر، وهذا خطأ. فإن بعضا ممن يعيشون معنا في ديارنا، بل قد يكون بعضهم في بيوتنا، كفار ليسوا من المسلمين، ليسوا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم أناس يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك هم كفار لا تقبل منهم الأعمال. إنهم يا عباد الله الذين يتركون الصلاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله عز وجل للدخول في دين الإسلام التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وخرجت الزكاة من هذا بأدلة أخرى، وبقيت التوبة من الشرك وإقام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحد الفاصل والحاجز القاطع بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد تجاوز الإسلام ودخل في الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا دين له. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا صلاة له. ولذا يا عباد الله، من صام وهو لا يصلي فصومه باطل حابط مردود عليه لا يقبل منه، وإنما الواجب عليه أن يصلي ويصوم لينجو من عذاب الله. وقد يقول لنا قائل: أنا كنت في أيام الجهل لا أصلي وكنت أصوم، وأنا الآن بحمد الله محافظ على الصلاة ولا أتركها، فهل يجب علي أن أقضي صيام الأيام التي كنت أصومها ولا أصلي؟ فنقول: إن ربنا الكريم الرحيم رحم عباده فلم يكلفهم بقضاء الأعمال التي فاتتهم في أثناء الكفر. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ولذا فمثل هذا السائل تكفيه التوبة ولا يجب عليه قضاء الصيام الذي كان لا يصلي فيه، سواء كان يصوم حال ترك الصلاة أو كان لا يصوم، وليس عليه بحمد الله شيء. وليبشر ثم ليبشر ثم ليبشر، فإن الإسلام نهر عظيم يغسل كل ما كان قبله مهما كان، وليحمد الله على العافية. وهنا يا عباد الله أنبه على أمر يتعلق بالصلاة، وهو أن بعض المسلمين يصلون ويصومون وصومهم صحيح، إلا أنهم من أسف شديد إذا جاء شهر الخيرات والإحسان وكثرة العبادات، إذا جاء شهر الاجتهاد في الطاعات يصيبهم الكسل، فيقعون في التفريط في بعض الأمور التي تتعلق بالصلاة. ومن ذلك تفريط بعض المسلمين من الرجال والنساء، من الشبان والشابات في أداء الصلاة في وقتها، وهذا منكر عظيم ومعصية كبيرة يجب على المسلم أن يحرص على التخلص منها. فبعض الناس هدانا الله وإياهم قد يسهر في رمضان حتى يتسحر، فإذا تسحر نام قبل صلاة الفجر ولا يصلي صلاة الفجر إلا عند منتصف النهار. وبعض الناس قد يواصل السهر إلى النهار ثم ينام
ولا يستيقظ لصلاة الظهر في وقتها، وإنما يصليها مع العصر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب في غير رمضان، وهي تعظم في رمضان. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها ثم ينقرونها نقرا. فيا عباد الله، إذا كان الذي يتعمد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها متوعدا بدخول النار، فكيف بمن يؤخرها حتى يخرج وقتها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. فاتقوا الله عباد الله، لا تعرضوا أنفسكم لعذاب الله في شهر الخيرات وفي كل الأوقات. حافظوا على أداء الصلاة في أوقاتها، واحرصوا على إيقاظ أبنائكم وبناتكم لأداء الصلاة في وقتها. ومما يتعلق بالصلاة ما يقع من بعض الرجال خاصة، وهو التفريط في أداء الصلاة مع الجماعة. فمن أسف شديد أن بعض الرجال إذا جاء شهر رمضان بدلا من أن يزيد اهتمامه بصلاته ينعكس الأمر فيفرط في شأنها ويتهاون في أدائها مع الجماعة، وهذا ذنب عظيم ينبغي على المسلم أن يتخلص منه في كل وقت وفي هذا الشهر خاصة. فإن أداء الصلاة مع الجماعة واجب على الرجال، وقد قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وجاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومن شروط صحة الصوم أيها الأحبة أن يكون الصائم عاقلا، فالمجنون لا يصح منه الصوم. ومن شروط صحة الصوم في الفريضة تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فيشترط لصحة الصيام في رمضان أن تنويه من الليل. فلو أن الإنسان نام في الليل وعندما استيقظ لصلاة الفجر بعد الأذان علم أن شهر رمضان قد دخل فنوى الصيام بعد أذان الفجر، فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، لكن لا يصح منه صيام ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه. ولو أن شخصا أراد أن ينام قبل أن يعلم بدخول شهر رمضان فقال: إن كان غدا من رمضان فإني صائم، وإن لم يكن من رمضان فإني فاطر، فإنه لا يصح منه صيام ذلك اليوم، لأن النية لا بد فيها من الجزم ولا تصح مع التردد. فإن قال لنا قائل: إذا نوى الإنسان الصيام في أول ليلة من رمضان فهل يجب عليه أن ينوي لكل ليلة؟ نقول: إن الصحيح من أقوال العلماء أنه يستحب له أن ينوي لكل ليلة ولا يجب، لأن الأصل أن النية موجودة، إلا إذا قطع الصيام قاطع، كما لو سافر المسلم في رمضان فأفطر، فإنه إذا عاد يجب عليه أن يبدأ النية. وكذا لو حاضت المرأة في رمضان ثم أرادت أن تصوم فإنه يجب عليها أن تنوي من الليل. هذا ما يتعلق بصيام الفريضة. أما صوم النافلة كصوم الاثنين والخميس فإنه يصح لو نواه من النهار قبل أن يأكل ويشرب. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. ومما ينبغي أن تعلمه أيها المسلم أن من نوى الإفطار وعزم عليه عزما مؤكدا بحيث جزم بالفطر فقد أفطر ولو لم يأكل أو يشرب. هذا هو قول جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن شروط صحة الصوم
الخاصة بالمرأة انقطاع دم الحيض أو دم النفاس، فإن لم ينقطع دم الحيض لم يصح صوم الحائض، ولو انقطع بعد الفجر بلحظات قليلة فإنه يجب عليها الإمساك بقية النهار، ثم يجب عليها قضاء هذا اليوم بعد ذلك. أما إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل الفجر ولو بلحظة واحدة ونوت الصيام قبل الفجر فإنه يصح صومها ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. ومن شروط صحة الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ومن تلكم المفطرات الجماع في نهار رمضان، وهو أشدها وأعظمها. فمن أتى أهله في نهار رمضان فإن عليه أن يتوب وأن يقضي ذلك اليوم مع كفارة مغلظة عن كل يوم، وهي عتق رقبة عن كل يوم، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا عن كل يوم، ومن أفطر يومين فعليه كفارتان، وهكذا. وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع عليها القضاء والكفارة. أما إذا أكرهها زوجها بدون رضاها فعليها القضاء فقط بدون كفارة. ومن المفطرات إنزال المني باختيار الصائم في نهار رمضان، كأن كرر لمس زوجته أو قبلها حتى خرج المني، أو فعل الفعل المحرم القبيح وهو الاستمناء باليد، وهو ما يسمى بالعادة السرية، فمن خرج منه المني باختياره فعليه القضاء. أما من خرج منه المني دون اختياره كمن نام في نهار رمضان فاحتلم فلا شيء عليه وصومه صحيح. ومن أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل فصومه صحيح حتى لو اغتسل بعد الفجر. أما من خرج منه المذي وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند المداعبة أو التفكر فإنه لا يفطر بأي سبب كان. ومن المفطرات إيصال الطعام أو الشراب إلى جوف الإنسان سواء كان نافعا أو غير نافع، فإذا أوصل المسلم الطعام إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فقد أفطر. وكذلك لو أوصل شيئا إلى جوفه عن طريق الدبر كأن استعمل ما يسمى بالتحاميل فإنه يفطر. ومن الأمور التي تفطر الصائم استعمال الإبر التي تصل إلى جوف الإنسان وتنتقل إلى الجوف سواء كانت مغذية أو غير مغذية على الصحيح من أقوال العلماء على ما ظهر لنا. لماذا؟ لأن الإبر المغذية تشبه الطعام النافع، والإبر غير المغذية تشبه الطعام غير النافع، بل هي أشد منه لوجود نفع للجسم منها ولوجود سوائل فيها تشبه الماء. أما الإبر التي لا تصل إلى الجوف وهي الإبر الموضعية كالتي تستعمل تقدير الأسنان ونحوها فهذه لا تفطر لأنها لا تصل إلى جوف المسلم. ومن المفطرات أن يتعمد الصائم القيء كأن يدخل أصبعه في فمه أو يشم رائحة تهيجه متعمدا فإنه إذا قاء فإنه يفطر. أما إذا غلب عليه القيء من غير أن يقصده فصومه صحيح ولا شيء عليه إذا لم يتعمد إرجاع شيء منه إلى جوفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وإذا كان الإنسان شبعانا فتنفس أو تجشأ أو كما يقول العامة ترع فخرج من جوفه شيء مع الطعام مع النفس فلا شيء عليه وصومه بحمد الله صحيح، ولكن يجب عليه إذا وصل الطعام من جوفه إلى حلقه أن يخرجه من فمه وأن لا يبتلعه مرة أخرى. وكذلك النخامة التي تشبه الزكام إذا كانت في الصدر قبل الحلق، إذا كانت في الصدر قبل الحلق فإنها لا تضر الصائم ولا يجب عليه أن يخرجها،
ونجد بعض إخواننا يخطئون، فتجد أنه يتعب نفسه، وتجد أنه يتنحنح ويتعب نفسه ليخرج ما في صدره من النخامة، لأنه سمع أن العلماء يقولون إن النخامة تفطر، وهذا فهم كلام العلماء خطأ، فإن المقصود بالنخامة التي تفطر هي التي تكون في الفم قبل الحلق، فإن هذه يجب على الإنسان أن يلفظها، ولا يجوز له أن يبتلعها إلى حلقه. ومن المفطرات وصول شيء له جزيئيات إلى الجوف كشرب الدخان المحرم عياذا بالله من ذلك، وكاستنشاق البخور مباشرة من المبخرة، فإن البخور له جزيئيات تصل إلى جوف الإنسان. أما إذا اشتم الإنسان رائحة البخور ولم يضع أنفه على المبخرة مباشرة فإن ذلك لا يفطره بحمد الله. ومن الأمور التي اختلف العلماء في كونها مفطرة الحجامة، والخلاف فيها قوي، وذلك لتعارض الأدلة، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وقد رجح بعض أهل العلم أن الحجامة تفطر، ورجح حديث الفطر على حديث جواز الاحتجام مع الصوم، بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. وفي هذا نظر من وجهين: الوجه الأول أن يقلب فيقال الأصل الفطر بالحجامة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ناقل عن الأصل، فيقدم على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. فإن قيل ما الدليل على أن الفطر بالحجامة هو الأصل؟ قلنا قد صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، والترخيص لا يكون إلا بعد منع، فدل ذلك على أن الأصل هو المنع من الحجامة. أما الوجه الثاني فنقول سلمنا أن الأصل عدم الفطر بالحجامة، ثم نقل عن هذا الأصل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكننا نقول إن هذا الحكم رفع بعد ذلك بالترخيص بالحجامة للصائم، ويشهد لذلك أحاديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وأذن بالحجامة للصائم. من أجل هذا أيها الأحبة يظهر لي والله أعلم أن الذي يطمئن إليه القلب أن الحجامة لا تفطر، لكن الخلاف فيها قوي جدا، فالأفضل للإنسان أن لا يحتجم في نهار رمضان. وما الذي يخرجه لأن يحتجم في نهار رمضان؟ مثل الحجامة عند العلماء إخراج الدم بالاختيار إذا كان كثيرا كالتبرع بالدم، أما إذا كان قليلا فإنه لا يضر. وكذلك لو خرج الدم بغير اختيار الإنسان ولو كان كثيرا فإنه لا يضره وصومه صحيح. انتبهوا أيها الأحبة، لو جرح الإنسان فخرج منه دم كثير فإنه لا يفطر بحمد الله، لأن ذلك ليس باختياره. وهذه المفطرات التي ذكرناها إنما تفطر الصائم إذا كان ذاكرا غير ناسي، مختارا غير مكره، عالما غير جاهل. أما إذا فعلها ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر وصومه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فمثلا يا عباد الله بعض الناس تعود أنه إذا اشترى الخبز من المخبز يأكل منه وهو في الطريق، وهذا قد اعتاده كثير من الناس. فقد يأتي المسلم في نهار رمضان وهو صائم فيشتري الخبز من المخبز فيسير به فتغلبه العادة وينسى أنه صائم فيقطع من الخبز ويأكل منه ناسيا، فصومه صحيح ولا شيء عليه بحمد الله، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى. وإن فعل الصائم هذه المفطرات مكرها غير مختار، كأن دخل الغبار إلى جوفه من غير اختيار، أو تمضمض فانحدر شيء من الماء إلى جوفه من دون قصد منه، فإن صومه صحيح ولا يفطر بحمد الله. وإن فعل الصائم هذه المفطرات جاهلا بكونها من المفطرات، كما لو أن إنسان نشأ في بادية بعيدة ولم يعلم أن الجماع مفطر للصائم،
فجامع زوجته في نهار رمضان فلا شيء عليه وصومه صحيح. ولو أن شخصا لا يعلم أن البخور يفطر فاستنشق البخور من المبخرة مباشرة فإن صومه صحيح ولا شيء عليه وهو معذور. وكذلك إذا كان جاهلا بدخول وقت الصوم بدون تقصير منه ففعل شيئا من المفطرات فإنه لا شيء عليه. فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أخذ خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض فوضعهما تحت وسادته ثم لا زال يأكل ويشرب حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فدل ذلك على أن الجاهل بدخول الوقت من غير تفريط منه ولا تقصير أنه يكون معذورا لو أكل أو شرب. وينبغي يا عباد الله لمن رأى إنسانا يفطر في رمضان أن يذكره وينبهه، وليس كما يقول العامة أن من رأى صائما يفطر لا يخبره لأنه رخصة له، فإن هذا خطأ وهو معذور، لكنك عندما ترى لست معذورا، فيجب عليك أن تنبهه وتقول له يا مسلم نحن في نهار رمضان حتى تذكره أنه صائم. ومن المفطرات الخاصة بالنساء خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان ولو كان قبل المغرب بلحظة واحدة، لكن العبرة يا عباد الله هي بخروج الدم لا بإحساس المرأة بأن الدم يتحرك في بطنها. فلو أن امرأة يا عباد الله أحست بتحرك الدم في بطنها لكنه لم يخرج منها إلا بعد أن أذن المؤذن للمغرب فإن صومها صحيح بحمد الله عز وجل. واعلموا أيها الإخوة الأفاضل أنه لا يجوز للمسلم الواجب عليه الصيام أن يتعمد الإفطار في نهار رمضان بغير عذر، ومن تعمد الإفطار بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، قال إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. واعلموا أيها الأحبة في الله أن للصيام آدابا يكمن به الصيام ويعظم أجره، ومن تلك الآداب تعجيل الفطور عند الغروب مباشرة، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم ولو لم تظلم الدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق ثم قال إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مسير وكانوا صائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما غربت الشمس انزل فاجدح لنا، انزل فأسقنا الماء، فقال بلال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك لنهارا. بلال رضي الله عنه يرى الضوء ويرى أن الدنيا لم تظلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، فيقول يا رسول الله إن عليك لنهارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أيها الأحبة أن العبرة ليست بالظلام وليست بالضوء، وإنما العبرة بمغيب الشمس. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يشوشون على المسلمين في هذه الأيام فيقولون إنهم يفطروننا قبل المغرب. لماذا؟ قالوا لأننا نرى الدنيا مضيئة وليست مظلمة. فإن العبرة ليست بالظلام والضوء، وإنما العبرة بمغيب الشمس، فإذا غربت الشمس
فقد أفطر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا فقد أفطر الصائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن آداب الصيام أن يبدأ الصائم إفطاره برطب، فإن لم يجد فبتمر، فإن لم يجد فبماء قراح. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. ومن آداب الصيام أن يقول الصائم عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. ومن آداب الصيام أن يحرص المسلم على السحور، حتى ولو لم يكن جائعا، ولو أن يشرب ماء فقط، فإن في السحور أجرا كبيرا وخيرا كثيرا. ويخطئ كثير من المسلمين اليوم، إذ يقول بعضهم: إنا بحمد الله اليوم لا نشعر بالجوع ولا نشعر بالعطش، فلا حاجة للسحور. وهؤلاء يفوتون على أنفسهم أجرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن آداب الصيام تأخير السحور إلى قرب الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. ومن آداب الصيام أن يقول الصائم إذا خاصمه آخر أو جهل عليه جاهل: إني صائم إني صائم. ومن آداب الصيام الواجبة التي يجب على الصائم أن يفعلها، ومن أسف قد فرط فيها الناس اليوم، اجتناب الغيبة والنميمة وسباب المسلمين والكلام الفاحش وجميع المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور أيها الأحبة هو قول المعاصي كالغيبة والكذب ونحوها، والعمل بالزور هو العمل بالمعاصي عياذا بالله. ومن الأعمال المباركة أيها الأحبة تفطير الصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وإن تعجب يا عبد الله، وإن تعجب يا عبد الله، تعجب من أناس يبخلون بالأجور على إخوانهم المسلمين. فقد بلغنا أن بعض الناس إذا دعي إلى الإفطار عند أخيه المسلم قال: لا أفطر عنده، أعطيه أجري؟ لا والله لا أعطيه أجري. وهذا بخل عجيب، يبخل الإنسان بشيء لا يضره إن قدمه. فينبغي للمسلم إذا قال له أخوه المسلم: أفطر عندي، ولم يكن في ذلك مشقة عليه، أن يفطر عند أخيه المسلم ليزداد أجرا وليكسب أخاه أجرا. ومن الأعمال الزاكية في موسم الخيرات الاجتهاد في قيام ليالي رمضان وإحياؤها بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب صلاة الليل في رمضان مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والاجتماع للتراويح سنة قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك الاجتماع لها خشية أن تفرض على أمته. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته أناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وقد أحياها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أن المانع منها قد انتفى، فجمع الناس على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. نريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. واعلموا أيها الإخوة أن التحقيق في صلاة التراويح أن من أطال الصلاة وحسنها فأطال قيامها وركوعها وسجودها فالأفضل له أن يصلي 11 ركعة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية والعدد. ومن خصص الصلاة فالأفضل له أن يزيد في الركعات، وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الذي نقل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فعله، حيث جمع الناس في بادئ الأمر على 11 ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فلما ثقل الناس وكثر عددهم زاد في عدد الركعات حتى أوصلها إلى 20 وخفف في الصلاة. وينبغي على المسلم أن يحرص على قيام ليالي رمضان التماسا لليلة القدر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسها ويقول فيها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول شهر رمضان: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، ومن حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن الأعمال المباركة في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن، وقراءة القرآن في كل وقت فيها أجر كبير، وكل حرف يقرأه المسلم بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. إلا أن الاجتهاد في قراءة القرآن في رمضان آكد، فإذا كان المسلم يختم القرآن مرة في كل شهر فإنه يستحب له أن يختمه في شهر رمضان مرات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان، فشهر رمضان يا عباد الله هو شهر القرآن. ومن الأعمال الزاكية في رمضان الإكثار من الصدقات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان حين يلقاه جبريل في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن الأعمال المباركة في رمضان الاجتهاد في أداء العمرة، فإن أجر العمرة في رمضان أعظم من أجرها في غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. ومن الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الاعتكاف في 10 الأواخر، فيستحب للمسلم أن يعتكف 10 الأواخر في مسجد جامع تقام فيه الجمعة. أيها الإخوة، هذه أهم الأعمال الفاضلة في رمضان، فاتقوا الله عباد الله، اجتهدوا في هذه الأعمال من الخيرات، فإن كل عمل يضاعف في رمضان. وأكثروا من الأعمال الصالحات، واجتهدوا في ذكر الله عز وجل. وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فاحرصوا على نصح أبنائكم وبناتكم وأهليكم وكل من تعولون بالاجتهاد في الأعمال في رمضان. واعزموا على الخير في شهركم، فإنه ضيف خفيف المؤونة سريع الارتحال والزوال، وسيرحل بما قدمنا فيه من الأعمال، وسيكون شاهدا لنا أو علينا. فابتدروا أيها المسلمون أيامه بصالح الأعمال، وأكثروا من التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، وتقربوا إلى التواب الرحيم بالتوبة والاستغفار. واغتنموا رحمكم الله شهر الرحمة والرضوان، شهر البركة الشاملة والإحسان، وبادروا قبل أن ينادى قد انقضى رمضان. واحرصوا على صيامكم، ولا تتسببوا في نقص أجوركم بالفسق والعصيان والغيبة والكذب والسب والبهتان. أيها الأحبة، قد أكرمكم الله عز وجل بالبقاء إلى هذه الأيام، وإن أحدنا والله لا يدري هل يعيش إلى مثل هذه الأيام من العام القابل أم يسترد الله الوديعة. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على أن تكونوا في هذا الشهر المبارك من أهل الغنيمة، من أهل الفوز، من أهل الأعمال الصالحة، وإياكم والتفريط. وينبغي يا عباد الله على المسلم أن يستعد لشهر رمضان
بتصفية قلبه وتصفية أعماله من الذنوب، فإن للذنوب رينا على القلوب، وقد يحرم الإنسان بسببها من الصالحات. فبادروا رحمني الله وإياكم إلى توبة نصوح صادقة تصدقون فيها مع الله عز وجل، تقلعون فيها عن الذنوب وتندمون على ما فات وتعزمون على عدم العود إليها. وإذا كان فيها حق لآدمي أرجعتموه إليه أو استحليتموه منه، فإذا الذنب قد انمحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فابتدروا رحمكم الله وصية الله لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في شهر شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه الصحة والعافية، وأن يعيننا على قيامه وصيامه، وأن يجعلنا فيه من خير الناس، وأن يباركنا فيه، وأن يبارك أعمالنا فيه، وأن يبارك لنا فيه. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم وتقبلنا فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لمن لم يدركه رمضان من المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذا المجلس الذي يقام فيه العلم أن تجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تطرد منا أحدا ولا تمنع منا والدا ولا ولدا. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم إنا نسألك أن تحرم أجسادنا على جهنم، اللهم حرم أجسادنا على جهنم، اللهم حرم أجسادنا على جهنم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا أحد الإخوة يسأل سؤالا يقول فيه: تعود بعض الناس أن يفطروا مع بعضهم في بيت واحد، فيكون الفطور دورية، فيتحصل من ذلك إسراف في الأطعمة والذبائح مع تكليف النساء، فهل من توجيه لهؤلاء؟ نقول: لا شك أن الاجتماع على الفطور اجتماع طيب بشرط عدم التكلف وبشرط عدم الإسراف، وأن يكون الإفطار قليلا مباركا ميسرا، ثم إذا أراد الإنسان العشاء فإنه يتعشى بعد ذلك، فيجتمع الناس على إفطار ولو على رطب. لو يتفقون على أنهم إذا جاءوا إلى البيت أفطروا على رطب وماء وعلى شيء قليل مما يتيسر مما لا إسراف فيه، فقد حصل الخير وحصل لهم الأجر. وأما العشاء فيؤخر وكل يتعشى بحسبه، وفي هذا أمر مبارك. وأحب أن أنبه هنا إلى أمر، وهو أن بعض الناس قد يفعل ذلك من باب العادة ولا يتقرب إلى الله بهذا، وإنما يفعل حتى يقال إنه كريم أو إنه كذا أو إنه كذا، وهذا يحرم الأجر عياذا بالله من ذلك. فينبغي للمسلم أن يحتسب في ذلك الأجر من الله عز وجل، كما أنه ينبغي للمسلم أن يحاول أن لا يصرف المرأة المسلمة عن الاجتهاد في العبادات في شهر رمضان، وأن لا يكلفها الأعمال التي تأخذ وقتها في نهار رمضان، وإنما يرضى منها بالقليل، وفي ذلك خير كثير. وهنا يقول السائل: يلاحظ تهاون بعض المسلمين ولا سيما الشباب في
في صلاة التراويح مع أنهم قد يسهرون إلى الفجر، فهل من توجيه؟ نقول إن المحروم والخسران الخسارة العظيمة هو الذي يفرط في الأوقات النفيسة. ومن أسف أن بعض المسلمين لا يصلي صلاة التراويح أو يصلي ركعتين لا عجزا منه، وإنما ليشاهد مسلسلا من المسلسلات أو ليلعب الكرة أو ليذهب مع أصدقائه، وهذا مفرط، ووالله لا يحرم خير رمضان إلا محروم. ومن ذا الذي يرضى أن يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه محروم؟ فينبغي على العبد المسلم كبيرا كان أو صغيرا أن يحرص على التراويح ولو أن يصلي قاعدا، فإن في ذلك أجرا عظيما وخيرا كثيرا. وأما السؤال الأخير يقول: ما هو برنامج المرأة المسلمة في رمضان حتى تعبد ربها وتخدم أهل بيتها؟ نقول إن برنامج المرأة المسلمة هو برنامج الرجل، لكن المرأة المسلمة تزيد بعبادة، وهي أن المرأة إذا اجتهدت في خدمة زوجها وأهل بيتها وأعدت لهم الطعام الذي يكفيهم فإنها في عبادة لله عز وجل إذا احتسبت ذلك عند الله، فهذا فيه أجر لها وفيه تكثير لحسناتها. وينبغي للمرأة المسلمة إذا كانت تعد الطعام أن تشغل لسانها بذكر الله، فتطبخ وهي تسبح، وتطبخ وهي تهلل، وتطبخ وهي تذكر، ولها في ذلك أجر عظيم. ولن يصرفها إعداد الطعام عن عبادة ربها سبحانه في نهار رمضان. فهنيئا للمرأة المسلمة التي تخدم زوجها وأهل بيتها وهي تحتسب الأجر من الله عز وجل، ومع ذلك لا تغفل عن ذكر الله وتقوم بما تستطيع من العبادات في نهار رمضان، فإنها قد فازت فوزا عظيما. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير بصائر المسلمين جميعا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المسارعين إلى الخيرات المتسابقين إلى الجنات. بارك الله لي ولكم في كل الأوقات، والله أعلم، وصلى الله على محمد.